بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الإعدادي، إن شاء الله إحنا مكملين في النماذج الاسترشادية للمحافظة الشرقية، وهنحل النهاردة النموذج الخامس. تعال نبدأ على طول كده. بسم الله. طيب، مدينا أول سؤال بيقول لي في أشكال مقابل ألف د وألف ج وألف باء 3 ممسات للدايرتين اللي قدامي دول. بيقول لي فإن س زائد ص بتساوي. طيب، لو جينا اشتغلنا على كل دايرة منفصلة هتلاقي مثلا إن الدايرة دي دول الممسين بتوعها. فأنت عندك الممسات اللي لامسين نفس الدايرة لما بيتقاطعوا في نقطة خارج الدايرة، إذا الممسات بتكون متساوية في الطول. طيب، ما هي نفس الكلام مع اللي تحت، وبالمثل هتلاقي برضو إن ده بيساوي ده، فكده الثلاث ممسات بيساوي بعض. ما هو ده بيساوي ده وده بيساوي ده، يبقى الثلاثة بيساوي بعض. فنكتب كل حاجة. طبعا المماس الأول بيساوي ص ناقص 2، والمماس الثاني 2 س ناقص 3، والمماس الثالث ب7. طيب، أنا هقسم الصفحة نصين، هشتغل على كل حاجة منفردة بحيث إن أنا ما أقدرش أربط الاتنين دول ببعض لأن في مجهولين. فأنا هربط الأولاني بالأخير دلوقتي، يبقى ص ناقص 2 بتساوي 7، وبعدين الاتنين س ناقص 3 بتساوي 7. تمام؟ نودي هناك بإشارة مخالفة، يبقى الص بتساوي 7 زائد 2 يديك 9. نودي دي هناك بإشارة مخالفة، يبقى الاتنين س بتساوي 7 زائد 3 هتدينا 10. هقسم على الاتنين للطرفين، فدي هتطير مع دي عشان اتخلص من الاتنين، يبقى س بتساوي كام؟ 5. لو كان طالب الص والس يبقى خلاص أنا جبتهم، هو طالب جمعهم. يبقى كده الس زائد الص هتساوي 9 زائد 5 يديك كام؟ 14. وده كده أول سؤال معايا. السؤال اللي بعده بيقول لي قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس المقابل ليها. الاثنين بيساوي بعض، يبقى قياس الزاوية المركزية بيساوي قياس القوس المقابل لها. بيقول لي في الشكل مقابل س منتصف الألف باء. النقطة س منتصف القوس ألف باء، والصاد منتصف القوس ألف ج. الصاد منتصف القوس ألف ج. بيقول لك الألف هاء بتساوي مين اللي قدامي في الاختيارات دي؟ طيب، هتلاقي طبعا علاقة الربط بين الألف هاء واللي قدامي دول مفيش أرقام، هي علاقة استنتاجات. فأنت هتبص إزاي؟ بص كده معايا. أدي الألف هاء، هو مبدئيا كده قبل حتى أبص على الألف هاء، طبعا في الغالب مش هيديك وترين قاطعين بعض في نقطة لله. هتلاقي في هنا قوس وهنا في قوس، وهتلاقي هنا في قوس وهنا في قوس. فأنا ممكن أطبق التمرين المشهور خلاص، اللي هو الزاوية، زاوية الهاء دي بتساوي نص في مجموع القوسين. طيب، فانت لو جيت لاحظت انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تربط الالف هاء اللي هو طالبه باي حاجه تانية. فانا لو بصيت في المثلث ده، لو جيت اشتغلت على الالف هاء د اللي هي الزاويه دي مش ممكن اطبق تمرين مشهور هنا؟ ممكن. طيب، لو جيت بصيت على زاويه الالف د هاء اللي هي الزاويه دي، مش ممكن اطبق التمرين المشهور برضو؟ صح، ما انت عندك وترين هم صح بيتقطعوا، فانت عندك الضلع ده الزاويه القوس ده والقوس ده اللي بيحصروا الزاويه دي، والاثنين دول في نفس المثلث. طب لو طبقت التمرين المشهور، انت بتحاول تستنتج او بتحاول توصل لحاجه ممكن توصلك اللي انت عايزه. ايه رايك نطبق التمرين المشهور مره هنا ومره هنا ونشوف اللي هيظهر معايا؟ بس في حاجه، انا دلوقتي معايا رموز اشتغل بيها كده، يا ترمز يا تفرضها. مثلا تفرض هنا كاف وهنا كاف وهنا ميم وهنا ميم مثلا، او كاف وكاف ولام ولام بحيث الاثنين دول بيساووا بعض. او ممكن اقول لك حاجه، انا ممكن افرضها لك بارقام لسهوله الحل، بس لان انت اصلا مشكلتك مش في الفرض. انا بس هفرضها لك بارقام عشان يبقى الحل اسهل بالنسبه لك. افرض مثلا وليكن مثلا القوس ده ب 50 درجه، والقوس ده ب 50 درجه، والقوس ده ب 30 درجه، والقوس ده ب 30 درجه مثلا. تعال نطبق هنا كده على الالف هاء د الزاويه دي كده، نطبق التمرين المشهور. عندك القوس اللي قصادك اهو والقوس اللي قصادك اهو، هتقول له كده قياس الالف هاء د هتساوي نص في حاصل جمع القوسين اللي هم 50 زائد 30.
يبقى بيساوي نص، طبعا دي 80، نص ال 80 كام؟ 40. فالناحيه دي بالنسبه لي خلصت. فالزاويه دي كده طلعت ب 40. طب تيجي نطبق التمرين المشهور هنا. ما انت عندك في قوس اهو قدامك وفي قوس هنا ورا كده. فانت عندك الالف د الهاء على نفس المثلث. قياس الالف د الهاء هيساوي نص في القوس اللي في وشها هنا ب 50 زائد القوس اللي ورا هنا ب 30. فبرضه نفس الكلام هيديني هنا 80، نص ال 80 برضه 40. طيب لاحظت ايه بقى؟ هتلاقي ان الزاويه دي ب 40 والزاويه دي هي كمان بتطلع ب 40. فالمثلث ده كده متساوي الساقين. ما هو ادام الزاويه دي بتساوي الزاويه دي يبقى عندك الضلع ده اللي هو الالف هاء هيساوي الالف د. وده كده يعتبر الحل بتاعي. مفهومه؟ دي برضو من ضمن الافكار الكويسه برضو في النموذج ده. بيقول لي فيها الشكل المقابل دائره م مديك ان الدال هاء والدال باء ممثال لها عند هاء وباء، ومديك الب ج قطر فيها. برهن ان الدال منتصف الالف باء. انا عايز الدال تقسم الالف باء نصين. طيب بالراحه كده، تيجي نشتغل بالمتاح بحيث ان انا مش عارف بدايه المساله ازاي، او مش عارف ايه اللي يخليني اخرج من جوه الدايره وادخل في المثلث ده واثبت لك ان الدال في نص الالف باء. فانا ممكن امشي خطوه خطوه. ازاي؟ انا بحل معاك كطالب. اول حاجه، طالما معاك ممسين ما تفوتهمش. ممسين اتقطعوا خارج الدايره فمعنى كده ان الممسين دول متساويين في الطول. فانت اول حاجه هتقولها له كده، بما ان الدال هاء والدال باء ممسان، اذا الدال هاء هتساوي الدال باء. دي اول حاجه استنتجتها. فانت عندك الضلع ده بيساوي الضلع ده. طيب نكمل. بيقول لك الب ج قطر، مش احنا قلنا قبل كده طالما معاك قطر روح دور على الزاويه المحيطيه اللي بتحصر نص الدايره وقول ان هي بتساوي 90 درجه. فانت عندك زاويه الب ه ج دي كده تعتبر زاويه قايمه. فانت هتقول له كده، بما ان الب ج قطر اذا قياس الب ه ج هتساوي 90 درجه. خلاص؟ دي تاني حاجه انا جبتها. فانت عندك الاثنين دول بيساوي بعض ودي 90 درجه. طيب لازم تبقى عارف ان 90 من ناحيتين، فدي برضو هي كمان بكام؟ ب 90. فتعال نزودها. ممكن نكملها هنا. هتقول له كده الب ه ج هتساوي الب ه الف او الالف ه باء او الالف قياس الالف ه باء بتساوي 90 درجه. خلاص؟ هسمي دي 2. طيب دخلت جوه المثلث ده ممكن اعمل ايه؟ في الغالب معطياتك انت استنتجت منها على قد ما تقدر. فاضل لك بقى اللي هو ايه؟ ملاحظاتك للمساله. مش الزاويه دي ب 90؟ لو جيت بصيت على المثلث ده ككل، تعال ارسمه لك بره. ادي الدال وادي الالف وادي الباء وادي الهاء. الزاويه دي كلها ب 90 درجه. مش طالما الزاويه دي كلها ب 90 المثلث كله 180، فالزاويتين دول ايا كان قياسهم هم كمان ب 90 درجه. ليه؟ ما هي دي 90 لما تنقصها من 180 يتبقى لك 90، فالزاويتين دول بكام؟ ب 90. طب تعالى نكتبها. هتقول له كده في المثلث ألف هاء باء قياس الهاء ألف باء هاء ألف باء زائد قياس الهاء باء ألف بيساوي 90 درجة. هسميها 3. خلاص؟
طيب ممكن تعمل ايه تاني؟ انا كده قلت لك ايه؟ قلت لك ان الزاويه دي والزاويه دي مجموعهم 90 درجه. طيب مش انا قلت لك ان الزاويه دي قايمه؟ طب طالما دي قايمه اللي هي دي، طب ما هي دي ودي برضو مجموعهم مش بيساوي بعض، بس مجموعهم برضو كان ب 90. ففي مشكله لو انت قلت لي مثلا ان الزاويه دي مع دي ب 90 درجه، الاثنين دول مع بعض بيساوي 90 درجه، فانت تقول لي كده. تعالى نمسح دي. فانت تقول لي كده ان قياس الالف هاء د زائد قياس الدال هاء باء برضه بيساوي 90 درجة، ممكن نسميها 4. لحد هنا في مشكلة؟ طيب فأنت برضه قلت لي إن الحتتين دول دي ودي مجموعهم ب 90 درجة. طيب ممكن أربط إيه تاني؟ أنت قلت لي إن الاتنين دول مجموعهم ب 90 مجموعهم ب 90 والاتنين دول مجموعهم ب 90. طب طالما دي ودي مجموعهم ب 90، تعال أحط لك بأرقام عشان تفهمها. حط دي مثلا ب 50 ودي ب 40، وانا قلت لك من شويه هناك ان الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى الزاويه دي هتساوي الزاويه دي، يبقى دي بكام؟ ب 50، يبقى دي هي كمان بكام؟ ب 40، يبقى دي زي دي، يبقى الاثنين دول متساويتان. طب طالما الضلع ده الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، مش كده يبقى ده مثلث الصغير ده مثلث متساوي الساقين؟ طالما الضلعين دول الزاويتين دول بيساووا بعض، يبقى الضلعين دول هيساووا بعض. طب ما هي دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، يبقى دي ودي متساويتان، يبقى الدال في المنتصف. خلاص؟ اربط الدنيا بقى ببعض ازاي؟ انا كده الحته دي بس ناقصني ان انا كنت اقول له ان الحته دي بتساوي زي ما ده بيساوي ده، فدي ب 50 ودي ب 50، او الاثنين دول بيساوي بعض، ما هو مفيش ارقام. الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. فانت هنا من عند الدال هاء بتساوي الدال باء، انا ممكن اقول له ايه؟ اذا قياس الدال هاء باء، الدال هاء باء هتساوي قياس الدال هاء، احنا قلنا الدال هاء باء هتساوي قياس الدال باء هاء. احنا كتبنا الدال هاء باء، يبقى دال باء هاء بقى، دال باء هاء. نعدل بس دي 2 ودي بقى خليها 3 ودي هتبقى 4 ودي اللي هتبقى 5. خلاص هنا 3 وهنا 4 وهنا 5. انا بستنتج معاك تمام؟ فانت خلاص بقى تربط الدنيا ببعض، هتقول له كده من 2، خلي بالك انا هاخد بس 2 و3 و4، انا هاخد بس من الحته ايه؟ انت محتاج دلوقتي عايز تقول له ان الزاويتين دول طالما بيساووا بعض، الاثنين دول ب 90 درجه ودول ب 90 درجه ودي بتساوي دي، اذا الاثنين دول هم كمان هيساووا بعض. فانت هتاخد استنتاج الحته دي خلاص، اللي هي دي تعتبر رقم 2 ودي والاثنين دول يعتبر رقم 3 وبعدين دول يعتبر رقم 4. تقول له كده من 2 و3 و4، هتقول له كده اذا قياس الدال الف هاء هتساوي قياس الالف هاء دال الزاويتين دول بيساووا بعض، اذا الضلعين دول هما كمان هيساووا بعض، اذا الالف دال هيساوي الدال هاء. طيب وانا بقى ثابت هنا كده ان الاثنين دول بيساووا بعض، هتكتب على دي مثلا 6، عندك هنا 1 وعندك هنا 6، ادي الدال هاء بتساوي الدال باء، وادي الدال هاء وادي الالف دال، يبقى الالف دال والدال باء ادام الدال هاء هنا والدال هاء هنا، يبقى الالف دال هتساوي الدال باء. هتقول له كده من 1 و6 ينتج ان الدال باء هتساوي الالف دال، الدال باء هتساوي الالف دال، يبقى اذا الدال في المنتصف.
منتصف الالف باء. يعني مش اسهل حاجه، بس يعني احنا حاولنا على قد ما نقدر. انا كنت قلت لك انا كنت ممكن احلها اسرع من كده وباسهل من كده شويه، بس انا يعني حاولت افكر معاك واحنا شغالين بحيث ان انت تستنتج المساله ازاي لو قابلتك حاجه زي كده في الامتحان. المساله اللي بعدها بيقول لي هنا في الشكل المقابل ا ب ج د مربع، الشكل ده كله مربع. بيقول لي والسين هاء، السين هاء دي هاء تعتبر مماس، وبيقول لك ان ده بيوازي ده، السين هاء بتوازي ب ج، فان قياس السين باء. فين السين باء؟ الحته دي، القوس ده. طيب تعال نبدا بقى بحته مربع. طبعا مش هفوت فكره ان هو حاطط لي مربع جوه الدايره. جميع الاضلاع متساويه يبقى جميع الاقواس متساويه. اشمعنى؟ الاقواس الاضلاع دي بالنسبه للدايره اوتار، والاوتار المتساويه بتحصل اقواس متساويه، فالدايره بتاعتك اتقسمت لاربع اقواس متساويه، يبقى قياس القوس الواحد فيهم بكام؟ يعني انا عايز اجيب الب ج، ايا كان في مين فيهم بقى، قياس الب ج هتساوي 360 اللي هي دايره كلها على 4، هنزل الصفر 36 على 4 فيها 9. فانت عندك القوس ده كله ب 90 درجه، ده كله كده ب 90 درجه. طبعا انا جبت قياس الب ج لان هو مرتبط بالحاجه اللي انا عايزها. طيب فكره ان هو مديك توازي مش لله برضه. طالما عندك المفروض، تعال افكرك الاول، لو عندك وترين متوازيين داخل دايره، لو عندك دايره كده وفي مثلا عندك هنا وتر وهنا وتر، طالما الوتر ده بيوازي الوتر ده اذا بيحصر اقواس متساويه، يبقى الاوتار المتوازيه بتحصر اقواس متساويه. طب افرض شلت لك وتر وخليته مماس، برضه نفس الكلام، وتر ومماس متوازيين اذا بتحصل اقواس متساويه، يبقى القوس ده بيساوي القوس ده. فانت عندك الب ج بيوازي السين هاء، اذا القوس ده هيساوي القوس ده. طب ما ده كله ب 90 درجه، يبقى كل واحد فيهم بكام؟ ب 45. يبقى اذا قياس القوس ب س اللي هو عايزه او السين باء هتساوي كام؟ 45، اللي هو 90 على الاثنين. فين 45؟ السؤال اللي بعده يعني قرر شبهه في النماذج اللي فاتت. بيقول لي دائرة ميم أ ج بيوازي الب م، ادي الألف ج وادي الب م، وقياس الألف م باء ب 50 درجة. أوجد قياس القوس أ ج، فين الألف ج؟ أهو. في الغالب طالما عايز قوس بندور على الزاوية المحيطية أو المركزية المحصورة أو اللي حاصرة لي القوس ده، فأنت هتلاقي دي كده تعتبر محيطية ماسكة القوس ده، ودي تعتبر مركزيه ماسكه القوس ده. فاللي تعرف تجيبه بقى، لو جبت لي المركزيه يبقى الاثنين بيساووا بعض، جبت لي المحيطيه يبقى القوس ضعف ضعف المحيطيه. فانا ابدا اشتغل ازاي؟ تعال نشوف المعطيات ونشوف ممكن اطلع ايه. طبعا مش هيديك توازي لله، طالما مديك هنا توازي ده بيوازي ده وده قاطع بينهما حرف الزد اهو، يبقى دي ب 50 تبقى دي كمان بكام؟ ب 50. طيب يعتبر كده لو جيت بصيت في المثلث ده، مش دي كده زاويه مركزيه؟ ما هو دي كده تعتبر انصاف اقطار، فدي ب 50 يبقى دي كمان بكام؟ ب 50. ما دام الضلعين دول بيساووا بعض يبقى الزيتون دول بيساووا بعض. 50 و50 100 يبقى اتبقى لي كام؟ 80. ايه علاقه المركزيه بالقوس اللي قصادها اللي هو الالف ج اللي هو عايزها؟ الزاويه المركزيه بتساوي نفس القياس القوس، يبقى الالف ج بكام؟ ب 80 برضه. دي ب 80 تبقى دي ب 80. بيقول لي هنا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس مثلث ولا معين ولا متوازي ولا أضلاع. ده المفروض كده 3 أضلاع، وده 4 أضلاع 4 أضلاع 4 أضلاع، يبقى دي أشكال رباعية إنما ده شكل ثلاثي. فأنت عندك يمكن رسم دائرة تمر برؤوس. تعال أفكرك بس بالأشكال الرباعية الأول. الأشكال الرباعية اللي ممكن أمر حواليها دايرة، عندك المستطيل والمربع وشبه منحرف، بس لازم يكون متساوي الساقين. في اي حاجه منها موجوده؟ المعين لا، المتوازي لا، شبه منحرف لا. شبه منحرف متساوي الساقين شبه منحرف العادي لا. يبقى ما ينفعش ما ينفعش ارسم دايره تمر برؤوس غير مين؟ المثلث بس. بيقول لي هنا في الشكل المقابل ا باء وتر في الدائره م، والجيم م بتوازي الالف باء. ادي الجيم م وادي الالف باء، طبعا ده قاطع لهما يبقى ده ايه؟ حرف الزد، يبقى دي بتساوي دي. دي اول حاجه، لسه مش عارف هو طالب ايه، انا بقول لك انا بستنتج وانا ماشي.
وبقول لك ان الب ج بتقطع الالف م في النقطه هاء. الخطين دول بيقطعوا بعض في نقطه هاء. اثبت ان الب هاء اكبر من الالف هاء. فين الب هاء؟ عايز يثبت ان الضلع ده الب هاء، الضلع ده اكبر من الالف هاء. الب هاء فين؟ الب الب هاء الضلع ده حط عليه خطين كده، اكبر من الالف هاء، اكبر من الضلع ده، حط عليه خط واحد. غالبا عشان تثبت ان في ضلع اكبر من ضلع يكون معاك ارقام وانا مش معايا هنا ارقام، يا تثبت لي ان الزاويه اللي في وش الضلع الكبير اللي انت عايز تثبته اكبر من الزاويه اللي في وش الضلع الصغير اللي انت عايز تقول ان هو اصغر من الضلع الثاني. يعني ده الضلع اللي انت عايزه يكون اكبر، فلازم الزاويه اللي قصاده دي هحط عليها خطين تكون اكبر من الزاويه اللي في وش الضلع الف هاء، الزاويه دي. لو قدرت تثبت لي ان الزاويه دي اكبر من الزاويه دي، اذا الضلع ده اكبر من الضلع ده. طب هشتغل ازاي؟ تعال نشوف المعطيات ونشوف ممكن نطلع ايه. بالراحه كده. اول حاجه ما ينفعش افوت التوازي. هو بيقول لك ان الجيم ميم او الميم جيم والالف باء متوازيان وده قاطع بينهم حرف الزد، يبقى الزاويه دي بتساوي دي. هو مفيش ارقام، انا بس هحطها كمعطى. فانت هتقول ان ان زاويه الميم بتساوي زاويه الالف بالتبادل. هتقول له كده بما ان الجيم ميم بتوازي الالف باء والالف ميم قاطع لهما والالف ميم قاطع لهما، يعني وصلهم ببعض. اذا قياس الميم بتساوي قياس الالف. اذا قياس الميم بتساوي قياس الالف. ده اللي قدرت اشتغله من حته اللي هو الايه؟ التوازي. طيب حاول بقى تربط لي اي زاويه من فوق مع اي زاويه من تحت كده، بحيث ان هما لو مشتركين في نفس القوس هتلاقي ان القوس الف ج ماسك الزاويه المركزيه م وماسك الزاويه المحيطيه باء. طب ما عندك كده المحيطيه نص المركزيه ده مشتركين في نفس القوس، فانت هتقول له كده بما ان، او على طول بقى قياس الالف باء ج، الف باء ج بيساوي نص قياس الميم، وهكتب عليها مثلا اسمي دي 1 واسمي دي 2، بس لازم اقول السبب الحته دي. هتقول له كده محيطيه ومركزيه مشتركتان في القوس أ ج. تعالى كده اربط الدنيا ببعض. هتلاقي عندك ان هنا الميم، احنا كده قلنا ايه؟ احنا قلنا خلاص، احنا كده يعتبر قلنا ان الزاويه دي بتساوي دي ودي ودي قد دي مرتين. طب ما هي دي بتساوي دي، طالما دي اصغر من دي تبقى دي اصغر من دي. طب ما ده اللي انا عايزه. عايز اقول له بقى اربط الاثنين ببعض. هتقول له بقى بما ان من 1 و2، من 1 و2 انت عندك بقى عايز اربط الاثنين دول ببعض. عايز طالما دي بتساوي دي ودي اكبر من دي يبقى دي اكبر من دي. هتقول له كده اذا قياس زاويه الالف، قياس الالف عندك الالف ده اكبر من قياس الباء. الزاويه دي اكبر من دي. طب فين الضلع اللي في وش الالف اللي هو الب هاء؟ يبقى اذا الب هاء اكبر. فين الضلع اللي في وش زاويه باء اللي هو الالف هاء؟ بص كده على المطلوب ده اللي هو عايزه. خلاص، يبقى انا جبت ان في ضلع اكبر من ضلع عن طريق ان في زاويه اكبر من زاويه. بيقول لي هنا اذا كانت م دائره طول نص قطرها 5 سم والالف نقطه داخل الدائره، وبيديك بيقول لك ان الميم الف 2 س ناقص 4 سم، فان س بتساوي. المساله دي خدعها شويه. يعني ايه نقطه الف داخل الدايره؟ ادي الدايره وادي المركز م. انا بقول لك نقطه الف داخل الدايره. طب هي نقطه الف دي ممكن تكون فين؟ ممكن تكون هنا، ممكن تكون هنا، ممكن هنا قصدي الف، ممكن تكون هنا، ممكن ايه بقى؟ ممكن تكون على المركز. ففكره ان هو يقول لك ان الالف داخل الدايره، الناس هتيجي تقول بقى ايه؟ ان طالما الالف داخل الدايره يبقى الميم الف، ميم الف اصغر
من النطق، بس ما خدش باله ان ممكن تكون الميم الف او الالف نفسها على المركز، وطالما على المركز يبقى ممكن برضه تساوي الصفر. يعني الميم الف من الاخر كده، الميم الف بتاعتك يا تكون بتساوي صفر يا اكبر من الصفر، بس لازم تكون اقل من مين؟ اقل من النطق. فدي العلاقه اللي هشتغل عليها. فانت عندك الميم الف بايه؟ ب 2 س ناقص 4، وعندك هنا ادي الصفر اكبر من او يساوي لان ممكن تساوي الصفر، وهنا النقي بكام؟ هو مديك النص القطر بخمسه. متباينه عاديه خالص، هودي الاربعه هناك باشاره مخالفه وهنا باشاره مخالفه. فال2 س ادي علامه التباين، هتروح هنا بالموجب تبقى ب 4، 0 زائد 4 4، تروح هنا بالموجب تبقى 9. هقسم على الاثنين للاطراف، يبقى دي هتطير مع دي، يبقى السين 4 على 2 فيها الاثنين، و9 على الاثنين فيها الاربعه ونص. فانت عندك السين بتاعتك تنتمي للفتره من 2 ل 4 ونص، وطبعا طالما هنا في يساوي يبقى الاثنين مقفوله والاربعه ونص ما فيش يساوي تبقى مفتوحه. فالفتره كام؟ 2 و4 ونص. تمام. محيط الشكل. طيب دي من ضمن برضو المسائل اللي خدعها شويه. بيقول لي محيط الشكل المقابل بيساوي كام سنتي ومديك الباي ب 22 على 7. طيب بص كده معايا، لو انت فاهم مفهوم المحيط الشكل تعرف تشتغل. في ناس هتقول لك ايه؟ الدايره كده طالما نص الدايره هو محيط الدايره بيساوي ايه؟ محيط الدائره بيساوي 2 باي نق، يعني اكنه مسك الباي نق جمعها مرتين صح؟ او ضربها في 2. فانت عشان تجيب نص الدايره، في ناس تقول لك انا هقسم على الاثنين فاشيل دي مع دي فيتبقى لك ايه؟ باي نق. تمام؟ بس في حاجه، لو انت فاهم مفهوم المحيط مش هتعمل كده. المحيط بيقول لك ايه؟ ان انت عشان تجيب محيط اي شكل مجموع اطوال اضلاع الشكل او الجدار الخارجي بتاع الشكل. فانت عندك ايه؟ الالف باء هي فعلا مين؟ الباي نق. بس في حاجه انت مش واخد بالك منها، باي نق ان ده لسه هيتجمع هو كمان معايا، فانا هجمع ده كباي نق. ليه؟ فعلا نص الدايره، بس لسه عايز اجمع مين؟ الالف باء. فانت عندك هنا محيط الشكل اللي قدامك هيكون عباره عن ايه؟ باي نق اللي هو نص الدايره من فوق زائد طول القطر كله اللي هو الالف باء. تمام؟ فانت عندك الباي ب 22 على 7 في نص القطر ومدولك بسبعه زائد الالف باء كله، ما دي بسبعه يبقى دي كمان بسبعه، يبقى الالف باء كله بكام؟ ب 14. السبعه هتطير مع السبعه يبقى 22 زائد 7 يديك 36 سم. دي برضه من ضمن المسائل اللي ممكن تخدع ناس كتير في الامتحان. الناس هتتعامل على باي نق بس. بيقول لي هنا ميم ونون دائرتان طول نصفي قطريهما 5 سم و4 سم، فإن الدائرتان متقاطعتان فين؟ طيب طالما الدائرتان متقاطعتان يبقى عندك الميم نون أكبر من الطرح وأقل من الجمع. حلنا كتير. يبقى عندك الميم نون أكبر من الطرح، اطرح أنصاف الأقطار، 5 ناقص 4 يديك 1، اجمعهم 5 زائد 4 يديك كام؟ 9. يبقى الميم نون ينتمي للفترة عندك 1 و9 من ناحيتين مفتوحين، يبقى ال1 وال9 فين؟ ميم نون ينتمي لفترة 1 9 مفتوحين. تمام؟ ده برضه سؤال بيتكرر كتير قوي في المحافظات وفي النماذج اللي زي دي. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في الشكل المقابل ومديك المعطيات اللي قدامي دي كلها، وبيقول لك اثبت لي ان الشكل ا ه ج د رباعي دائري. ا ه ج د، عايز اثبت ان الشكل ا ه ج د لو قفلته كده رباعي دائري، يعني ينفع الف حوالين الاربع رؤوس دول دايره. احاول بقى اطبق اي حاجه من خواص الرباعي الدائري جوه الشكل ده بحيث ان انا اقول ان هو رباعي دائري. لو جيت بصيت هو مديك الالف ه د ده معطى بالنسبه لك 90 درجه. مديني قطر ليه؟ بيقول لك الالف باء قطر. مش احنا قلنا لما كان مديني قطر اول حاجه بروح ادور عليها عباره عن زاويه محيطيه مرسومه في نص الدايره عشان اقول ان هي بتساوي 90 درجه. فهتلاقي بص ادي الالف باء قطر، فين الزاويه المحيطيه الوحيده اللي موجوده هنا؟ هتلاقي الزاويه دي كلها دي كانت 90 درجه دي. بس خلي بالك ال 90 من ناحيتين، هنا 90 وهنا 90،
طب بص لي كده على 90 اللي فوق اللي هي في الشكل الرباعي بتاعي، هتلاقي الزاويه دي والزاويه دي مرسومين على نفس القاعده ا د. بص كده عليها اهي، ادي زاويه وادي زاويه، الاثنين مرسوم واخدين نفس القاعده ا د اهي، القاعده اهي قصادك ا د ودي قاعده قصادك ا د. فمعنى كده ادام الزاويتين مرسومين على نفس القاعده والاثنين متساويتان، فمعنى كده ان ده شكله ايه؟ رباعي دائري. طب نكتبها، نبدا كده بالراحه. اول حاجه هتقول له كده بما ان الالف باء قطر، اذا قياس زاويه الالف ج باء والالف ج د الاثنين دول دي ب 90 ودي برضو من الناحيه الثانيه 90، اذا قياس الالف ج باء هيساوي قياس الالف ج د، وده الاهم بالنسبه لي، الف ج د الاثنين بيساوي 90 درجه، فالزاويه 90 درجه. خلاص، فعندك دي هتقول له كده بما ان هو مدالك معطى قياس الالف هاء د، الالف هاء د بيساوي 90 درجه برضه، هتقول له كده بما ان بقى الزاويتين دول بيساوي بعض، قياس الالف هاء د بتساوي قياس الالف ج د، الزاويه دي والزاويه دي مرسومين على نفس القاعده اهي، اللي هي مين؟ الالف د، زاويتان مرسومتان على القاعده الف د، يبقى اذا الشكل الف هاء ج د رباعي دائري. تمام؟ ده كده اول مطلوب معايا. تاني مطلوب بيقول لي انا عايز قياس الهاء د ج، الزاويه دي هاء د ج، الزاويه دي كده بتساوي نص قياس القوس ب ج ده. وغالبا طالما جبت لي شكل رباعي وطلبت منك بعده حاجه، الحاجه دي هتيجي من الشكل الرباعي. تمام؟ هي الفكره كلها ان انت تحاول تعمل علاقه ربط بين الزاويه اللي هو طالبها والقوس اللي هو عايزه او اللي هو بيربطه بيه، بس الفكره ان هتلاقي ده في ناحيه وده في ناحيه خالص، فانت بتعمل ايه؟ بتجيب علاقه ربط ثالثه تربط لي الثلاثه دول ببعض. فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تقول ان الزاويه دي بتساوي نص القوس ده، بس مش عن طريق الزاويه دي والقوس ده مباشر. طب ما انا ممكن اربط الزاويه دي بزاويه ثانيه. ازاي؟ لو جيت بصيت هتلاقي ان المفروض الزاويه دي كده، همسح لك بس الجزئيه دي عشان تبقى الدنيا واضحه. انا كده خلاص ثبت ان في رباعي دائري، الشكل ده كده، ده رباعي دائري. فانت معاك ايه؟ ينفع اقول ان الزاويه دي والزاويه دي متساويتان؟ ازاي؟ مرسومين على نفس القاعده ه ج. بص كده معايا اهي، دي هنا ودي هنا نفس القاعده. فانت هتقول له كده قياس، هتقول له كده بما ان الشكل رباعي تاني، بما ان الشكل الف ه ج د رباعي دائري، اذا قياس عندك الهاء د ج، الهاء د ج اللي هو عايزها مالها؟ بتساوي قياس الالف ج هاء، الالف ممكن نخليها الباء الف ج، الاثنين واحد، مش الهاء على نفس الاستقامه مع الباء، يبقى ممكن اقول الباء الف ج، الباء الف ج زاويتان مرسومتان على القاعده مين؟ هاء ج. خلاص، دلوقتي دي بتساوي دي، هسميها واحد. بص كده على الزاويه دي وعلى القوس ب ج، مش دي تعتبر محيطيه اهي؟ ارسمها لك بلون مختلف اهي، دي كده تعتبر محيطيه، بتحصر القوس ب ج. ايه علاقه المحيطيه بالقوس اللي بتحصره؟ المحيطيه نص القوس، هتقول له كده قياس الجيم الف باء
او خليها ب الف ج زي ما انا كاتبها فوق، ب الف ج هتساوي نص قياس الب ج، واسميها 2. اربط كده الاتنين ببعض، اربط دي بدي، ادي هنا ه د ج وهنا قياس الب الف ج، وفي هنا ب الف ج وهنا قياس القوس ب ج. طيب مش الزاويه دي بتساوي الزاويه دي؟ طب ما هي دي يبقى هتساوي دي، يبقى اذا من 1 و2. انا اكني مثلا اكني بشيل دي واحط بدلها دي هنا تحت اهي، مش دي هي دي، يبقى دي بتساوي دي، هشيل دي واحطها هنا. من 1 و2 ينتج ان، هشيل دي احطها هنا، اذا قياس الهاء د ج بتساوي نص قياس القوس ب ج. وده اللي هو طلبه، ده المطلوب الثاني اهو، مطلوب اللي تحت ده كده. المساله بتاعت دي برضو مساله كويسه، فكرتها حلوه يعني، بتتكرر كتير في المحافظات برضو. طيب مساله زي دي بيقول لي في الشكل المقابل، بيقول لي ان الالف ج والجيم باء وتران في الدائره م، ومديك ان قياس الحته دي ب 32 وقياس دي ب 35. انا عايز قياس الالف م باء. فين الالف م باء؟ ادي الالف م باء الزاويه دي، لو جيت بصيت دي كده تعتبر زاويه مركزيه لان ده المركز. لو قدرت اجيب لك المحيطيه اللي فوق اعمل علاقه ربط بينهم، لان الاثنين ماسكين نفس القوس الف باء، فانت عندك المحيطيه نص المركزيه. بس الفكره اجيب او المركزيه ضعف المحيطيه، اجيب المحيطيه ازاي؟ فعشان كده وبعدها اروح اجيب المركزيه. لو جيت بصيت هتجيب المساله يمين شمال مش هتظبط معاك غير لما تعمل لي العمل ده. هتقول لي كده نرسم ج م. هتقول لي كده اول حاجه العمل نرسم ج م. ايه اللي هيحصل معايا بقى؟ لو جيت رسمت ده كده هتلاقي ان ده مثلث وده مثلث، ده كده نص قطر وده نص قطر وانصاف الاقطار متساويه، فدي ب 32 يبقى دي كمان بكام؟ ب 32. نفس الكلام الناحيه الثانيه، دي ب 35 تبقى دي برضو بكام؟ ب 35. ليه؟ ما هي دي برضو انصاف اكتر، ده بيساوي ده، يبقى الزاويتين دول بيساووا بعض. حد اللي فيه مشكله؟ يبقى الزاويه دي كلها بكام؟ عندك 67. فانا جبت الحته دي كلها ب 67. طب ما هي دي تعتبر المحيطيه اللي انا عايزها عشان اقدر اجيب منها المركزيه، يبقى المركزيه ضعف المحيطيه، يبقى الاثنين في 67. تمام؟ فانت عندك اول حاجه تقول له كده نرسم، خلاص الجيم ميم خلاص رسمناها. اول حاجه تقول له كده بقى بما ان عندك الالف ميم هتساوي الميم جيم، اذا قياس الميم الف جيم هتساوي قياس الالف جيم ميم، الاثنين بيساوي 32 درجه. وعندك برضو نفس الكلام، وبما ان عندك الميم جيم بتساوي الميم باء، ممكن تقول هنا نص قطر يعني، الميم جيم بتساوي الميم باء، الميم جيم هتساوي الميم باء هتساوي نق انصاف اقطار، يبقى اذا قياس زاويه الميم جيم باء، قياس الميم جيم باء هتساوي قياس الميم باء جيم هتساوي كام؟ 35 درجه. خلاص؟ فانت عندك تقول له كده اذا قياس زاويه الالف جيم باء كلها، الالف جيم باء بقت عباره عن 32 جزء ب 32 وجزء ب 35. 32 زائد 35 هيديني 67. يبقى اذا قياس الالف جيم، اخليها بقى الالف ميم باء على طول، الالف ميم باء هيساوي 2 قياس الالف جيم باء. هتقوله كده محيطيه ومركزيه مشتركتان في القوس ألف باء. طيب يبقى إذا بقى قياس الألف ميم باء اللي هو عايزها بكام؟ هتساوي الاتنين في كام؟ 67
هتديني ادي ال 12 وال 13. يبقى كده 134. دي 25. دي 25. خلاص احنا ممكن نسيبها زي ما هي كده على سن 35، مفيش اي حاجه تختلف غير الارقام. انت ممكن تسيبها لو عايز تخليها 25 هتخلي دي بس 25 ودي 25 تبقى دي 57 تبقى دي 57 تبقى دي 111 114 دي 11 بس دي الحاجة الوحيدة اللي ايه، معلش انا اسف دي غلطة صغيرة. فكده دي قياس الايه الالف م ب. بيقول لي فيها شكل مقابل مديك الالف باء والالف ج وتران في الدائرة م والميم هاء عمودي على الالف ج، ومديك الميم هاء ب 2 سم والدال منتصف الالف باء، حيث الميم مديك احداثي س الاحداثي س وصاد ب 4 و1، ومديك الالف زوج مرتب 2 و3 والباء ب 2 وسالب 1. اثبت ان الالف باء بيساوي الالف ج، ده اول مطلوب. وبعدها مديك ان الميم س بيساوي معطى في مجهول وعايز قيمه السين. طيب حاجه كده، تيجي نبص على الالف باء والالف ج علاقتهم ايه في الدايره. ادي الالف باء وادي الالف ج، اوتار في الدايره. الاوتار المتساويه دي اوتار، ده وتر بيساوي وتر. لو قدرت اثبت له ان البعد بيساوي البعد يبقى اذا الوتر ده بيساوي الوتر ده. بس الفكره نثبت بقى ازاي ان البعد ده بيساوي البعد ده. هو مديك ان الميم هاء ب 2 سم، يعني ده كده ب 2 سم. لو قدرت تثبت لي ان الميم ده لو كان ب 2 سم يبقى تمام 2 سم. ايه اللي دخل الابعاد هنا وان انا اثبت ان الحته دي ب 2 سم؟ انا مديك دلوقتي احداثي سيني وصادي بتاع كل نقطه. الميم ب 4 و1 والباء ب 2 وسالب 1 ومديك الالف ب 2 و3. مش هو بيقول لك ان الدال منتصف الالف باء؟ ما انا ممكن من قانون المنتصف اجيب نقطه الدال اللي هو السين والصاد بتاعتها. ولو جبت السين وصاد انا ممكن اخد بقى السين والصاد دي عن طريق قانون البعد اللي هو تاني اعدادي. كل ده تاني اعدادي. عن طريق البعد اللي هو جذر فرق السينات تربيع زائد فرق صاد تربيع اجيب البعد بتاع الالف دال، ولازم يطلع ب 2 سم. فعدا نبدا حاجه كده، ما تقدرش تجيب البعد ده غير لما تجيب الدال. طب الدال فين؟ في منتصف الالف باء. فانت هتقول له كده بما ان الدال منتصف الالف باء، ابدا بقى اشتغل على قانون المنتصف. الدال هتكون عباره عن ايه؟ بتساوي كنا بنقول مجموع السينات على الاثنين ومجموع الصادات على الاثنين. السينات بتاعت مين ومين؟ الالف والباء 2 و2 4. مجموع الصادات 3 وسالب 1 يبقى 3 سالب 1 يبقى بتساوي 4 على 2 فيها الاثنين وهنا هيديني 1. كده انا جبت الدال. اروح اجيب البعد بتاع الميم دال ولازم يطلع ب 2 سم عشان الاثنين دول بيساووا بعض. فانت هتقول له كده الميم دال هيساوي الميم دال بيساوي جذر. قلنا عشان نجيب البعد بين اي نقطتين اللي هم الاحداث السيني والصادي كنا بنقول جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصاد تربيع. السينات هنا 4 وهنا المفروض انا جبت كام وكام؟ 2 و1. دي 2 و1 يبقى 4 ناقص 2 تربيع زائد وهنا 1 ناقص 1 هنا هيدينا 4 ناقص 2 تربيع 2 تربيع يبقى 4 زائد هنا 0 تطلع بكام؟ تطلع ب2. فدي طلعت ب2. فانت لقيت ان البعد بيساوي البعد وعندك ده عمودي. انا عايز بس اقول ان الحته دي عمودي، مش ده مر بالمركز والدال تنصف، اذا ده عمودي هكتبها بس. هتقول له بما ان عندك المعطى اللي هو مديهولك هنا الميم هاء عمودي على الالف ج والدال منتصف الالف باء، اذا برضو نفس الكلام الميم دال عمودي على الالف باء، الميم دال عمودي على الالف باء. كده عندك الاعمده وعندك بعد بيساوي بعد، تقول له كده
بما ان الميم هاء هتساوي الميم د، ودي مالها ابعاد متساويه، وقلنا الاعمده موجوده وابعاد متساويه، اذا الاوتار متساويه، اذا الالف ج هيساوي الالف باء، وده اللي هو طلب، ده اول مطلوب، ده كده اول مطلوب. تاني مطلوب مديك الميم د بيساوي س ناقص 1 عايز قيمه الس، ما انا جبت الميم د ب2، ما انت معاك كده الميم د العلاقه اللي هو مديها لك س ناقص 1، ما انت جبت الميم د ده ب2، يبقى الاثنين بتساوي س ناقص 1، تودي هناك باشاره مخالفه، يبقى س بتساوي 2 زائد 1 يديني 3، يبقى قيمه الس بكام؟ ب3، ده كده المطلوب بتوعي. بيقول لي هنا في الشكل المقابل ا باء قطر، ومديك الميم الاحداث السين والصادي 1 و0، والباء ب3 وسالب 2. بقول لك الرسم ا ج بحيث ان الالف ج يقطع الالف باء في النقطه ا، اذا كان الجيم ب1 و4 اثبت ان الالف ج مماثل الدايره م عند النقطه ا. طب يعني ايه؟ تعال نفسرها كده بالراحه. انا عايز اقول ان ده مماثل الدايره عند النقطه دي. طيب تيجي نفتكر كده القاعده او النظريه او النتيجه اللي كنت بشتغلها هنا، كنت بقول ايه؟ نص قطر او وتر، نص قطر مماس يبقى فيه عمودي، او نص قطر عمودي يبقى فيه مماس، مماس نص قطر مماس عمودي يبقى فيه نص قطر، الثلاثه لازم يكونوا مرتبطين ببعض. هات لي حاجتين وانا اديك الثالثه. انا بقول لك اثبت لي بقى ان ده مماس، يبقى انت محتاج حاجتين، محتاج نص القطر وده معايا، محتاج ايه بقى الاهم بالنسبه لي؟ العمودي. لو قدرت بقى تثبت لي ان الحته دي عمودي نص القطر موجود، لو قدرت تثبت لي ان الالف باء عمودي على الالف ج مسافه بتاعتها خلصت. طب اثبتها ازاي وانا مديك نقاط؟ هتثبتها عن طريق الميل. ازاي؟ لو جبت ميل الالف باء وجبت ميل الجيم الف، وميل ده ضربته في ميل ده وطلع الناتج بسالب 1، اذا ميل المستقيم ده اللي هو الالف باء وميل المستقيم ده اللي هو الالف ج، طالما المستقيم ده ميله والمستقيم ده الميله ضربتهم طلع بسالب 1، اذا المستقيمان عموديين على بعض، يبقى دي كده عمودي، يبقى اذا الالف ج مماس. يبقى انا طب اجيب الميل ازاي؟ محتاج نقطه الف. طب اجيبها ازاي؟ انا مديك ان الالف باء قطر، يبقى الميم في المنتصف عن طريق قانون المنتصف، فتعال نطبق المنتصف هنا كده. تعال نبدا بقى حاجه تاني كده من الاول. طيب ابداها ازاي؟ اول حاجه انا هروح اجيب مين؟ انا هروح اجيب نقطه الالف. هتقول له كده بما ان الالف باء قطر، اذا الميم منتصف الالف باء. دي اول حاجه. ابدا اشتغل بقى. اذا نقطه الميم المنتصف اللي هي عباره عن كام؟ 1 و0، نقطه المنتصف نفسها معايا، المجهول بقى معايا جوه المساله. هنا 2 وهنا 2. كنا بنجيب نقطه المنتصف ازاي؟ مجموع السينات على الاثنين، النقطه الف دي هفرضها بس وصاد لاحداث السين والصاد، الزوج المرتب بتاعي. فانت مجموع السينات على الاثنين ومجموع الصادات يبقى س زائد 3 على الاثنين، الصاد صاد زائد سالب 2. تمام؟ طيب هنا هقسم الصفحه نصين، عندك الواحد بتساوي س زائد 3 على 2 طرفين في وسطين، يبقى س زائد 3 في 1 بس زائد 3، والواحد في 2 ب2، تروح بإشارة مخالفة يبقى س بتساوي سالب 1. دي أول حاجة. هنا عندك هنا الصفر بتساوي ممكن في سالب بسالب، يبقى ص ناقص 2 على الاتنين، المقام بتاع دي 1 طرفين في وسطين، ص ناقص 2 في 1 بص ناقص 2، والصفر في 1 أو صفر في 2 بصفر، تروح بإشارة مخالفة يبقى الص بتساوي 2. كده أنت جبت من السين والصاد بتاع نقطة أ، يبقى تقول له كده إذا أ هتساوي سالب 1 و2. أبدأ بقى أشتغل على الميل. أجيب الميل مرة هنا ومرة هنا. هتقول له كده ميل الألف ج بيساوي، كنا بنجيب الميل إزاي؟ فرق صاد على فرق السينات. طب أبدأ بقى من صاد مش تفرق، بس زي ما بدأت فوق بصاد
واحد مثلا تبدا تحت بس واحد، بدات بصاد 2 تبدا بس 2. بس طبعا اهم حاجه الكارثه اللي بتحصل في ناس بتقلب السينات بدل الصادات. انا هبدا بالصادات اللي فوق. تعال نحط نقطه بس هنا سالب 1 وهنا الاثنين. تعالى صادات 4 ناقص 2 فرق صادات، ما انا بطرح، وبعدين 1 ناقص بتاعت المساله، وعند س بسالب 1 سالب في سالب بموجب. 4 ناقص 2 2، 1 زائد 1 2، 2 على 2 فيها الواحد. كده جبت ميل الالف ج. تعال نجيب ميل الالف باء. ميل الالف باء، انا كل ده عايز اقول ان ميل ده في ميل ده بيساوي سالب 1 عشان اقول ان هما متعامدان. ميل الالف باء، ادي الالف وادي الباء، ادي صاد 2 سالب 2 سالب بتاعت المساله، وصاد 1 ب 2 على عندك س 2 ب 3 ناقص بتاعت المساله، وس 1 هتبقى بموجب 1 سالب في سالب بموجب، فوق هيديني سالب 4 تحت ب4 يبقى بسالب 1. فانت عندك هتقول له كده بقى ميل الالف ج لو ضربته في ميل الالف باء هيساوي 1 في سالب 1 فالناتج بسالب 1. هتقول له بقى بما ان ميل الالف ج في ميل الالف باء طلع بسالب 1، قول له كده بقى اذا الالف ج والالف باء عاملين على بعض، اذا الالف ج عمودي على الالف باء. طالما جبت ده عمودي وده كده كده نص قطر، اذا ده مماس. هتقول له كده بقى اذا الالف ج، تكتب بقى الجمله الاخيره دي، مماس للدائره م عند النقطه ألف. وده كده المطلوب بتاعي. لو كده جيت بصيت على المسألة دي، للأسف المسألة دي مقررة فوق احنا لسه حلينها، فكده الحمد لله النموذج الخامس خلص. إن شاء الله استنوا الباقي نماسك. السلام عليكم.